يا صباح الخير، يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اعذروني ان صوتي متغير لان انا عندي برد، فمعلش صوتي متغير شوية. بس حبيت اطلع لكم ونقضي النهاردة يوم مع الطيور بتاعتنا، ونشوف من اول ما بنصحى من الصبح وبنستلم الطيور بنعمل معاها ايه. هنا انا ما حبيتش الاول ابدأ معكم الفيديو ب... بان انا اول ما ابدا اشيل الفرشه اللي تحتهم وبغيرها. حبيت ابدا لكم الفيديو من الاخر. هنا بعد ما خلاص نضفت العشه ونضفت مكان الفراخ وخلاص كده، ودوت هنا بالليل. فانا بدات الفيديو من الاخر للاول، ما بداتش الفيديو من الاول للاخر. حبيت ان انا ما ازعجش عينيكم بان انا الاول لسه باخد انضف العشه، فحبيت اوريكم ان انا المكان نظيف وهم بياكلوا وزي الفل ونضافة همت، وبسم الله ما شاء الله. صحتهم كويسة، سواء الكبار اللي فوق أو الصغيرين اللي تحت، كلهم بياكلوا والحمد لله كلهم حيوية ونشاط. وزي ما انتوا شايفين كده، ما فيهمش حد كسلان، ما فيهمش واحد واقف كسلان، ما فيش حاجة مثلا جناحها نازل أو كده، لا كلهم زي الفل. هنا بعد ما كلوا، هنا بقى بنبدأ الصبح. أول ما بقوم بفتح عليهم العشة زي ما انتوا شايفين كده، اللي بيبقى نايم هنا واللي بيبقى نايم هنا. وطبعا الطبق اللي انا بحط لهم فيه الاكل بتاعهم بيبقى بالشكل دوت. طبعا انا اسفه على المنظر ده، بس انا حبيت اقضي معاكم اليوم كله من الاول من اول، عشان اللي بيربي يعرف احنا بنعمل ايه من الاول. عشان انتي بتربي في البلكونه عندك، يعني يعتبر في الشقه، فلازم تبقي كل اللي انتي بتعمليه تبقي نظيفه فيه. من الفرشه بتاعتهم تبقى نظيفه، تعقمي العشه بتاعتهم كويس، تهتمي بنظافة الطيور، لان في الاخر انت اللي هتاكليها ولادك اللي هياكلوها، مش محدش تاني هياكلها غيرك، فانت لازم تهتمي بكل حاجة تخصهم. هنا بنشيل الفرشة اللي تحتيهم اول حاجة، وطبعا باخدها بوديها الحمام، وبشيل الفرشة بتاعتهم، وبشيل المسق اللي بيشربوا فيها. وبعد كده دول خدت الحاجة بتاعت الكبار اللي فوق. بعد كده باخد الفرشة بتاعت الصغيرين اللي تحت اهمت. انا غالبا الصغيرين اللي تحت بتلاقي الاكل عندهم نشف شوية، لان انا لسه بحط لهم علف قليل، يعني ما بخلط عليه حاجة تانية زي العيش المبلول او الحاجات التانية. فبحاول اكلهم عشان ما يجيلهمش اسهالات او اي حاجة. هنا بلم الفرشة بتاعتهم زي ما انتوا شايفين كده. وانا اسفة برضو على المنظر، بس حبيت ان انا اوريكم، معلش اعذروني. هنا بلم الفرشة بتاعتهم، وطبعا شلت طبق الأكل بتاعهم والمسق بتاعتهم. لازم كل يوم الحاجة دي بتتغسل مرتين، مرة الصبح بفطرهم وبأكلهم، وبعد كده بشيل المسق ديت، باخدها اغسلها هي والفرشة بتاعتهم والاطباق بتاعت الأكل بتاعتهم، وبحط لهم يتعشوا تاني، بحط لهم في اليوم وجبتين. هنا أنا عاملة سكينة معجون بنضف بيها العشة زي ما انتوا شايفين كده. أنا بنضف بيها العشة، وبعد كده بجيب زي ما انتوا شايفين بكنسها كده، بنضف لو فيها اي حاجة برضو بخليها نظيفة، ما فيهاش اي حاجة خالص. شايفين؟ ما بنخليش فيها اي فضلات خالص باقية منهم. طبعا انا بغيب من وقت للتاني وبمسحها برضو. هنا طبعا انا كنت بحضر، انا حطيت الحاجات بتاعتهم في الحمام عشان اغسلها، وهنا بحضر الاكل بتاعهم. فانا ببقى عندي عيش بايت من اليوم اللي قبله، فباخده ببله، لان طبعا انا ما عنديش هنا مكان اكسر فيه العيش. في مكنه بتكسر العيش بتخليه زي العلف، بس انا هنا في المنطقه اللي انا فيها في القاهره ما فيش المكنه دي، او انا ما اعرفش حد عنده المكنه دي. فهنا بعمل ايه؟ ببل العيش وبحاول اعصره من الميه علشان ما يبقاش عجينه. وزي ما انتوا شايفين كده انا بعصر العيش كويس قوي، ما بخليش فيه ميه على قد ما بقدر، علشان لما احط عليه العلف واحط عليه بقيه الاكل. خلاص هنا عصرت العيش حلو قوي من المية اللي فيه. ويفضل لو انتي في مكان ريفي او كده بتحوشي العيش كله على بعضه، العيش اللي بيتبقى بدك بتحوشيه وبتنشفيه، وبعد كده بتوديه اسمها مكنه اللي هي بتدش العيش دوت، بتكسر العيش، بيبقى ناعم جدا عامل زي العلف، وبتخلطيه بالعلف دوت افيد واحسن. هنا طبعا انا ما بديش الطيور بتاعتي، ما بديهاش اي ادويه،
ولا بديها اي حاجه زي اللي بياخدوها في المزارع بره. ليه؟ لان ولادي اللي هياكلوها، فطبعا لازم تبقى واكله كل حاجه صحيه. هنا باكلها من حاجتنا. ايه؟ الجزر، الاحمر دوت، اللهم صل على النبي، بنجر. بشرت الاول بنجر، وبعدين بشرت عليه جزر زي ما انتوا شايفين كده، وحطيته على العيش. وبعدين اهو ادي البنجر وادي الجزر زي ما انتوا شايفين كده، وبحاول ابشره لان طبعا هما لو قطعته صغير مش هيقدروا ياكلوه، فببشره بيبقى اسهل في الاكل. وبحط العلف وبقلب. بس بحط علف بحيث ان العيش مع العلف يبقى مفرول، ما يبقاش عامل عجينة مع بعضه. بتحطي علف دوت اللي في الكيس كيلو. طبعا عشان العلف غالي، ساعات بجيب مثلا 5 كيلو، ساعات بجيب كيلو، ساعات بجيب 4 كيلو، زي ما ايه، ربنا بيسهل بجيب. فانا هنا دوت الكيس ده فيه كيلو. انا بخلط الكيلو على الوجبة ديت زي ما انتوا شايفين كده. بخلط لحد ما بحس ان الاكل بتاعي بقى مفرول، ما بقاش عجينة. مش عجينة، لان هو لو عجينة هتحطيه وزي ما تحطيه هتشيليه، مش هياكلوه. لازم يبقى مفرول قريب للعلف. بس احنا بنزود العلف شوية وبنعلي من كفاءة العلف، في نفس الوقت احنا بنقلل من العلف شوية، فبنحط مواد تانية تكتر الاكل بتاع الطيور. هنا عندي في العلبة ديت دوت نشا، بس ده كستر. طبعا هو نشا برضو. ليه بحطه؟ لان الطيور بتاعتي عشان ما يجيلهاش اي اسهالات او اي انواع من الاسهالات، فبحط لها نشا. انا هنا ما كانش عندي نشا ابيض، فحطيت لها كاستر. ولازم بقلبه كويس، وبعد كده بحطه في المسق. وممكن بعصر على الكاستر دوت او على النشا، بعصر عليه نص ليمونه. ما بعصرش ليمون كتير عشان يبقى طعمه يقدروا ان هم يشربوه. هنا طبعا زي ما انا بقول لكم، لازم كل يوم لازم اغسل المسق دي بميه سخنه. لازم تتغسل، تبقى نضيفة جدا زي الفل كده، ما ينفعش اشطفها وبس. زي ما انتوا شايفين كده، المية جارية والمية سخنة، ولازم اغسلهم من بره ومن جوه، بخليهم نضاف علشان احط فيها ميه نضيفه عشان الطيور بتاعتي ما تتعبش. وهنا الاطباق اللي بحط فيها الاكل والصواني اللي بحط فيها الاكل لازم ادعكها، اخليها نضيفه جدا. مش هنفض منها الاكل واحطها كده، لا، لازم ان انا اخدها انضفها كويس. النظافه دي بتخلي لي الطيور كويسه، صحتها كويسه، ما بتخليش عندي ريحه، ما بتخليش الامراض اللي بتبقى في الجلد بتاعهم والحاجات اللي بتطلع في الجلد بتاعهم ما تطلعش. بيخلي صحتهم كويسة جدا، مقبلين على الأكل كويس، ما بيبقاش عندهم مثلا ان هم بيبقوا راكنين كده وكاشين في بعض، لا. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ بتاعتي ما شاء الله صحتها كويسة، لأنها بتاكل كويس وبطلعها في الشمس. مش معنى ان هي في البلكونة انا حبسها في البلكونة وسايباها في العشة، لا، انا لازم اطلعها تشوف الشمس. هنا بعد ما عملت الأكل جبت ليمونة وعصرت وبشرت الليمونة دي عليها، وبيبقى منها جزء كده، فانا بعصره على النشا. طبعا انا مش هعصر ليمون كتير علشان ما يبقاش بس طعمه لاذع فالطيور ما تاكلوش، ما تشربش النشا دوت. انا عايزاهم يشربوا النشا. هنا بقلب الاكل كويس قوي، ولازم اخلي الاكل كله متجانس مع بعضه. مش مثلا حبه فيها عيش وحبه فيهم علف، لا، بخلي الاكل كله متجانس مع بعضه. هنا عندي الطيور بتاعتي نزلتها من العشه وحطيتها وفرشت لها مشمع، وحطيتها في ارضيه البلكونه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مش بسيبها تجري في البلكونه كلها، لا، بحدد لها مكان هي بس بتجري فيه. بس المكان ده بتبقى فيه الشمس، ليه؟ عشان اطهر جسمهم. لازم يشوفوا الشمس زي ما انتوا شايفين كده. ما ينفعش ان انا اربيهم واسيبهم محطوطين في العش على طول. زي ما انتوا شايفين اهو، جبت اللي فوق الكبار نزلتهم في الارض، والصغيرين برضو طلعتهم. وهنا اهو بيشربوا النشا بالليمون. طبعا كل دي حاجات طبيعية موجودة عندنا في البيت. احنا ما بنضيفش اي ادوية ولا اي هرمونات ولا اي حاجة خالص. بنسيب الحاجة تكبر براحتها علشان الحاجة تبقى ناكلها تبقى كويسة، ما ناكلش حاجة فيها اي امراض. هنا زي ما انتوا شايفين كده الطيور بتاكل هي بتاكل في البلكونة في الأرض، وأنا سايبة العشة فوق متهوية، الباب بتاعها مفتوح، واللي تحت برضو الباب بتاعها مفتوح زي ما انتوا شايفين كده.
وطبعا انا بقى لازم اقيد لهم لمبه، الصغيرين دولت لازم بقيد لهم لمبه 100 بس برفعها فوق شويه، واللي فوق دولت الكبار بقيد لهم لمبه ليد. انا هنا طفيت النور، قلت اوفر بقى كهرباء شويه بقى، ما انا طول النهار قايداها، طول النهار والليل كمان، فانا بقى بطلعهم في البلكونه، لما بطلعهم والشمس طالعه بشيل الفيشه بتاعه الكهرباء، ما بخليش كهرباء هنا بقى. بعد ما خلاص هم كلوا وشربوا واتبسطوا، ورحت نضفت مكانهم وفرشت لهم فرشه نظيفه زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تبقى الفرشة نظيفة، والفرشة تبقى ناشفة، اهم حاجة تبقى الفرشة ناشفة ما تبقاش مبلولة زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا بغير لهم كل يوم. خلاص هنا ادي الصغيرين تحت، وادي طبعا الكبار فوق، والجزء اللي في النص ده ان شاء الله انا هربي فيه حاجة. يا اما بقى كتاكيت بيضة، يا كتاكيت بلدي، يا ساسو. اقترحوا عليا اجيب ايه، يا ريت تقترحوا عليا في الكومنتات وتقولوا لي اجيب ايه، يا ربي كتاكيت، اي نوع من الكتاكيت، ولا اجيب بط واربيه. اقترحوا عليا ان انا ممكن اربي ايه في المكان دوت. هنا بعد ما خلصت خلاص ومسحت البلكونه شلتهم فوق مكانهم، كل كل فراخ دخلت في العشه بتاعتها. وهنا نضفت البلكونه ومسحتها بالديتول وخليتها نظيفه ما فيهاش اي حاجه، عشان طبعا الريحه ما تبقاش عندنا في الشقه جوه. خلاص كده وقلت لهم اللمبه بتاعتهم، وهنا خلاص هم كلوا وشربوا وهنا نايمين. طبعا هيفضلوا طول الليل، هل ينفع ان انا اسيبهم طول الليل من غير اكل؟ طبعا مش هينفع. زي ما انتوا شايفين كده هم كلوا واتبسطوا وناموا، كأنك بتربي بيبي صغير بالظبط. هو كلوا وشبعوا، لو جعانين مش هيناموا. لكن زي ما انت شايفة كده هم كلوا وشربوا ومكانهم نضيف، والمكان معقم ونضيف، والتدفئة والإضاءة بتاعتهم حلوة كده. ناموا. أنا جيت بقى خلاص، أنا بقى هدخل أنام فعشان ياكلوا هم بالليل. أنا حطيت لهم هنا صينية فيها أكل، برضو نفس الأكل بتاع النهار، بواقي الأكل، بس حطيت للصغيرين ما حطيت لهمش العيش مع العلف مع الحاجات دي، لا حطيت لهم علف بس، علشان برضو يقدروا يكبروا زي اللي فوق. زي ما انتوا شايفين كده اديني حاطه علف ليهم بس. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد. واعذروني معلش على صوتي، انا عندي برد معلش. اترككم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.